جديدة في البرنامج بتاعنا عشان خاطر تلاقي كل اللي انت عايزه في مكان واحد بسهولة. مثال يعني انت لو عايز اي جروب من الجروبات بتاعتنا، عايز الكلاب، عايز الستادي كام، عايز التليجرام جروب، او حتى الجوجل درايف او اليوتيوب شانل بتاعتنا، هتلاقيهم موجودين فوق اول ما تفتح البرنامج. لو انت عايز تعرف كل حاجة عن التجميل واول مرة تبدأ نيابتك، هتلاقي الحاجة دي هنا. عايز تعرف ازاي تذاكر في جراحة التجميل كمبادئ عامة، طبعا هي بحر واسع ولكن دي فكرة. ولو انت محدش بيعلمك في نيابتك، عايز تاخد افكار تبني نفسك ازاي، لان ده كارير، هتلاقي الكلام ده كله في بداية الابليكيشن. وطبعا لو دوسنا هنا هيفتح لك السايت، علشان خاطر لو انت مش اندرويد يوزر تقدر تفتح السايت اللي هو سيرجري ماسترز اكاديمي، تدخل على البلاتفورم الخاصة بجراحة التجميل، تلاقي كل اللي بنتكلم فيه. ضفنا لك هنا هو كل الكالكوليشنز اللي انت عايزها علشان تساعدك بحسب اخر اصدارات ال ATLS بروتوكول 10 اديشن. ولو انت كمان شغال في عيادتك محتاج تحسب البي ام اي كالكوليتر، تقدر تدخل الويت والهايت، تقدر تطلعهم بكل سهوله. واي دراج انت عايزه سواء اللوكال انستيزيا او الانتيبيوتكس او الكلام ده، تقدر تحسبها من الدراج كالكوليتر بتاعنا. الكونسنت فورز مهم جدا في شغلنا، والجمعيه المصريه لجراحه التجميل عملت لنا كونسنت فورمز جميله جدا. مجرد ما تدوس هنا هتقدر تطلع كونسنت فورم اللي انت عايزه عشان تطبعه. بالنسبه للتصوير الطبي، التصوير الطبي يختلف عن التصوير العادي. ولو انت كنت نايم في بدايه حياتك او كنت اخصائي، فانت محتاج ده. مجرد ما تدوس هنا هيفتح لك الفوتوغرافي بوزيشنز. كل المطلوب منك انك انت تكون مسجل معانا. بالنسبه للاشتراك في الجمعيه المصريه لجراحه التجميل، هنا الابلكيشن الموجود على الموقع الرسمي حطيناه علشان تكون بسهوله تقدر تلاقيه لو انت عايزه. كل الماكس الخاصه بجراحه التجميل بنجمعها هنا. البلاستيكولوجي شوتس الموجوده على التليجرام جمعناها موجوده هنا. بالنسبه للمقالات اللي زمايلنا بيكتبوها على الجروب فيسبوك متجمعه في الابسا نوتس عشان تكون قريبه ليك، ما تروحش في وسط الكومنتات الكتير. بالنسبة لنا الكتاب اللي احنا شغالين عليه قريب جدا هنخليه متاح من خلال البرنامج بتاعنا، من خلال بلاستيكولوجي تكست بوك. وبالنسبة للأوبراتيف أبروتش، وده مشروع شغالين عليه، إن أنت لما تعوز توصل لأبروش أي عملية هتلاقيه، ده موجود أباندنت على الدرايف بتاعنا. بس لما تسمعه بالمصري، لأن دي لغتنا، نقدر نتعامل بيها أكتر، نقدر نفكر بيها، هتكون أقرب لنا. والريفيو بتاعت المستشفيات إلى جانب الايفنت كالندر عشان نعرف بيها كل انواع الويبينارز، اوقاتها ومواعيدها بالتسجيلات بتاعتها. ولما نعوز نوصل لاي موقع خاص بجراحة التجميل، هنلاقيه موجود في الاندكس اللي عامل زي اللمبه دوت. لما تدوس عليه هيفتح لك اندكس بكل قنوات التجميل الخاصه بكل الجامعات المصريه، كل المواقع الخاصه بجراحه التجميل. وفي الاخر لو انت ما كنتش مسجل معانا بعد كل ده، دوس هنا سبسكرايب، هيفتح لك التسجيل عشان تقدر تسجل معانا. مجرد ما تسجل هيتراجع بياناتك. كل مطلوب منك في الوقت الحالي انك انت تكون جراح تجميل. ودي كانت حكاية البلاتفورم بتاعتنا الموجودة سواء على الاندرويد او على الموقع. ببساطة قريب جدا نعمل فيديو زي ده نشرح فيه ازاي تتعامل مع درايف، ايه مميزات الدرايف، عشان خاطر تكون نيابة وشغل وكارير سعيد عليك ان شاء الله، بالتفوق في كل ما فيه خيرك بإذن الله.